shake hand. Are you ready? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بيكم في أول فيديو لينا في القناة. أنا أخوكم عبد الله شريف، طالب في كلية هندسة بجامعة عين شمس بقسم ميكاترونكس الغني عن التعريف. إن شاء الله نخوض رحلة سويا ممتعة وشيقة، أعرض لكم فيها بعض من المشاريع اللي بناخدها في الكلية بجانب المشكلات اللي كانت بتواجهنا وكذلك الحلول إن شاء الله تعالى. طبعا المشاريع ديت هتبقى خير معين للطلبة الأقل في المرحلة الدراسية، وكمان بإذن الله هحاول أبسط الأمور بحيث إن هي تنفع للمختصين ولغير المختصين زي إخواتنا في الثانوية العامة وكمان الشغوفين بتعلم مثل هذه العلوم. طبعا أكيد أغلبكم عرف من عنوان الفيديو الموضوع أو المشروع اللي هنشتغل عليه النهاردة بإذن الله، أنا وهو Inspection Robot Arm. مش عايزك تستغرب من الاسم، استهدى بالله كده واحدة واحدة هفهمك يعني إيه الكلام دوت. Inspection يعني فحص، Robot Arm يعني إنسان آلي. لما هنيجي نجمع المعنى كله، إنسان آلي يقوم بعملية الفحص. طب يعني إيه Inspection Robot Arm وأصلا فيما يستخدم؟ زي ما احنا عارفين ان كل منتج بيتم تصنيعه ما بيخرجش فورا للمستهلك، لازم يمر على مرحلة الاول انا وهي الجودة، او ان هو يخش ياخد ختم الجودة. والمعنى ان هو ياخد ختم الجودة او ان هو يخش قسم الجودة ان هو بيتم التأكيد ان المنتج دوت صالح للاستخدام او ان هو خالي من العيوب. ودي هنا هي وظيفة الانسبكشن روبوت ارم. وطبعا من الصناعات اللي هي بتعتمد على التقنيه ديت او ان هي بتستخدم الانسبكشن روبوت ارم زي المصانع اللي بيتم تصنيع فيها شاسيهات العربيات. اول ما الشاسيه بيطلع بيبدا يتحط قصاد روبوت ارم او انسبكشن روبوت ارم ويبدا يلف حوالين الشاسيه. اول ما يلاقي ديفكت او اي مشكله في الشاسيه بيبدا يدي على طول مباشره ارم او بيدي مسج معينه على ده كده ببساطه يعني ايه انسبكشن روبوت ارم. كمان اديتك مثال استخدامه في الصناعه. ونيجي بقى يا صديقي للسؤال المهم اللي علشانه اصلا عملنا الحلقه دي مخصوص: ازاي اقدر اصنع روبوت ارم زي ده في البيت عندي، وكمان ايه الخطوات اللي انا المفروض اتبعها علشان ان شاء الله يطلع معايا المنتج النهائي. هما 7 خطوات هنتبعهم باذن الله، وبعديها الف مبروك عليك الانسبكشن روبوت ارم. اول خطوه معانا انا وهي ان احنا هنسال نفسينا سؤالين مهمين. اول سؤال: انا هستخدم الروبوت ده في ايه، او انا عايزه يعمل ايه؟ السؤال دوت هيكشف لنا حاجه مهمه جدا في الروبوت انا وهي الاند افكت او الطرف النهائي من الروبوت. يعني مثلا ممكن عندك الطرف النهائي او الاند افكت دوت يبقى عباره عن جريبر، يبقى عبارة عن كاميرا، يبقى مثلا عبارة عن روبوت في نهايته قلم مثلا بيرسم أو يكتب حاجة وهكذا. وطبعا زي ما قلت لك سابقا إن المشروع بتاعنا عبارة عن انسبكشن روبوت أرم، وشرحت لك يعني إيه انسبكشن، واللي طلعنا منه إن هو عبارة عن عملية فحص. فبالتالي إحنا عندنا 4 اختيارات أو أكتر إن إحنا ممكن نستخدمهم في الانت افكت. أول الاختيارات ديت إحنا ممكن نستخدم كاميرا عادية عادي، ممكن نستخدم الليزر، ممكن نستخدم الالتراسونيك، ممكن نستخدم الاي ار. طبعا احنا في المشروع بتاعنا تسهيلا للامور احنا استخدمنا الكاميرا. هنيجي لتاني سؤال مهم معانا: انا محتاج الاند افكت او الطرف النهائي دوت يوصل لغايه فين، او ايه البوينت اللي هو هيروح لها، او ايه المساحه اللي هو هيغطيها. والسؤال دوت لو جاوبنا عليه وقتها هنقدر نعرف الديجري اوف فريدم المطلوبه للروبوت دوت. طيب يعني ايه بديجري فريدم؟ بكل بساطه انت عندك الروبوت دوت ما هو الا عباره عن بيس، لينك، جوين، لينك، جوين. كل جوينت من دول تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن سيرفو او دي سي موتور. على حسب عدد الجوينت اللي عندي ديت بقدر احدد وقتها عدد الديجري فريدم، او من خلال ان انا اعرف الانبوت اللي عندي. يعني مثلا دلوقتي انا عندي دراعي دوت اهوت، عندي دي يعتبر بيس ثابته اهيت، وعندي دي جوينت، وعندي دي لينك اولاني، وعندي دي الجوينت الثانيه، وعندي دي اللينك الثاني. انا حاليا عايز الدراع دوت او الاند افكت دوت اللي عندي يوصل للبوزيشن دوت. فبالتالي انا هبدا احرك دراعي كده. انا حاليا حركت كام جوينت؟ حركت الجوينت دي وحركت الجوينت دي. فانا بالتالي انا عندي هنا دخلت 2 انبوت لدراعي بحيث ان هو يروح للبوزيشن اللي انا حطيته لك في الاول دوت. فبالتالي الدراع دوت عباره عن 2 ديجري
اوف فريدم. ده معنى ديجري فريدم بشكل مبسط، وان شاء الله يا صديقي تكون فهمت انا قصدي ايه. نيجي بقى للخطوه الثانيه، ودي بالنسبه لي انا بعتبرها اهم خطوه في المشروع، انا وهي التغذيه البصريه. خلينا كده متفقين من البدايه ان انت مش هتخترع روبوت من A to Z، تمام؟ فبالتالي يا باشا انت خد بعضك وافتح موقع زي عندك زي جراب كاد، هتلاقي عندك تصاميم كتير جدا، اختار منها اللي انت عايزه. يمكن انت مش هتلاقي التصميم اللي انت عايزه، يعني مثلا انت لما تيجي تدور مثلا عن انسبكشن روبوت 6 ديجري فريدم مش هتلاقيه اللي احنا مستخدمينه في المشروع دوت. بس احنا واحنا شغالين في المشروع اخدنا افكار جوينت ولينكات معينه من التصاميم اللي هي معموله ديت، وبدانا بيها المشروع، وبعد كده احنا جودنا من عندنا وعملنا التصميم بتاعنا. طبعا احنا كده خلصنا الخطوه الاولى وطلعنا منها باجابه سؤالين مهمين. خلال السؤالين دول طلعنا بالاند افكت شكله عامل ازاي وعدد الديجري فريدم، وبعد كده عملنا التغذيه البصريه. جه بقى الدور دلوقتي على الخطوه الثالثه، انا وهي ان احنا نبدا التصميم على السوليد وورك اللذيذ. كوبايه الشاي بتاعك بقى وكوبايه القهوه ويعيش لك بقى يومين ثلاثه مع التصميم. عايز اقول لك ان انت مش شرط من اول تصميم ان ده التصميم اللي انت هتكمل بيه. احنا في المشروع بتاعنا عملنا حوالي 3 تصميمات. اول تصميم فيهم كان عباره عن تيوبس كده كتير، هبوريه لكم في الجزء العملي. طبعا ما جينا شفنا تكلفه طباعه الروبوت دوت لانها هتكلفنا كتير جدا، فلغينا الموضوع دوت. جينا في الروبوت الثاني او التصميم الثاني لقينا ان شكل الجوينت اصلا هتبقى معقده ان احنا نعملها وهتكلف مننا، فبرضه لغيناها لغايه ما رسينا على التصميم الثالث. وكمان حاجه، تعبك في التصميم هيريحك قدام، وهتعرف ليه النقطة دي خاصة في الجزئية بتاعة الاسمبلي، وهفكرك بيها قدام يوم ما نوصل للخطوة دي. احنا كده خلاص خلصنا التصميم. هل معنى كده ان انا خلاص بالصلاة على النبي اخد التصميم واروح اخش اتفضل يا عم اطبع لي التصميم دوت؟ طبعا لا. خلي بالك ان احنا حتى الان في معلومة مفتقدينها. احنا عرفنا التصميم وعرفنا الديجري فريدم بتاعتنا وعرفنا الديجري فريدم بتاعتنا وعرفنا الاند افكت، بس خلي بالك ان حتى الان ما ذكرناش الاكتويتور. لو خدت بالك قبل كده انا كنت قايل لك ان كل جوينت اصلا ما هي الا عباره عن دي سي موتور وسيرفو. هل انا حتى الان جبت لك سيره الدي سي موتور دوت هو عباره عن كام كيلو جرام؟ التورك بتاعه عباره عن ايه؟ ما ذكرناش اي معلومه. فدي بقى تخلينا نروح للخطوه الرابعه، انا وهي الاكتويتور سايزنج. يعني ايه اكتويتور سايزنج؟ زي ما وضحت لك كده انا عايز اعرف معلومات عن المواتير اللي عندي او الاكتويتور. بكل بساطه الموضوع دوت بيبقى سهل في الجزء العملي. انت بتاخد التصميم بتاعك من على السوليد وورك وتروح تبصيه للماتلاب، تمام؟ وتبدا تعمل اكتويتور سايزنج دوت، وتبدا تخرج حاجه اسمها الار ام اس تورك والماكسيمم تورك بتاعك، وبتاخد المعلومتين دول وتروح بيهم تختار الدي سي موتور بتاعك او السيرفو اللي انت هتجيبه. خلي بالك ان هنا في نقطه كمان مهمه للاكتويتور سايزنج، غير انك تعرف الار ام اس تورك بتاعك والماكسيمم تورك. انت صممت الجوينت على انهي اساس؟ انت صممت الجوينت ديت انت المفروض ان الجوينت دي اصلا هتركب فيها الدي سي موتور او السيرفو موتور. هل انت عرفت اصلا السايز بتاع الدي سي موتور عباره عن ايه؟ فانت بالتالي بعد ما بتعمل اكتويتور سايزنج وتخش تشوف الموتور اللي انت خلاص رسيت عليه وتشوف الداتا شيت بتاعته وتشوف الابعاد بتاعته، وقتها بترجع للجوينت اللي انت عملتها وتشوف هل التصميم بتاعك مناسب للاحجام ديت ولا لا. يبقى احنا كده الاكتويتور سايزنج عندنا عمل لنا ميزتين. اول حاجه وضح لنا التورك المطلوب، تاني حاجه وضح لنا تصميم الجوينت اللي احنا المفروض نعمله. كده احنا خلصنا اول 4 خطوات. نيجي بقى للخطوه الخامسه للشغل الجد. تاخد تصميمك الجميل وتطلع لاقرب واحد عنده 3 دي برينتنج، لان هو يعتبر ارخص واسهل حاجه ممكن تعملها حاليا، وتبدا تطبع المشروع بتاعك. والف مبروك لاول ظهور للمنتج في ايديك. طبعت المشروع بتاعك. هنيجي بقى للخطوه السادسه، انا وهي الاسمبلي او انك تجمع المشروع. خلاص احنا عرفنا خلاص المواتير اللي انت عايزها وطبعنا المشروع، تعالى بقى جمع لي كل الكلام ده مع بعضه مع الجزء الالكتريكال بتاعك. هنا بقى هتلاقي المعاناه فعلا. فاكر لما قلت لك ركز وانت بتعمل التصميم؟ لان فعلا انت لو عملت التصميم كويس وراعيت كل اسمبلي او كل جزء هتعشى مع التاني ازاي هتركبه، هترتاح في النقطه دي. احنا مثلا وانا بجيت اجمع انا قعدت تقريبا اجمع فيها اكتر من يوم يعني عشان اقدر اجمع، مع ان انا في التصميم في السوليد وورك كل حاجه بتعشى مع بعضيها والدنيا زي الفل. بس هتيجي ساعه الاسمبلي هتكتشف كده حاجات الله يعينك عليها، يعني وقتها ان شاء الله هتعرف انا قصدي ايه. كده خلصنا اول 6 خطوات معانا، عملنا التصميم وطبعناه وعملنا الاسمبلي. دلوقتي كده الروبوت بتاعك ظهر، محتاجين بقى نحركه، وده هنا هيجي لجزء الكنترول بتاعك اللي هو الخطوة السابعة معانا الكنترول.
طبعا انت عندك هنا السماحيه انك تستخدم اردوينو، او انك تستخدم الريسبيري باي، او انك تستخدم الاي اس بي 32. طبعا احنا للسهوله استخدمنا الاردوينو ميجا عشان كنا محتاجين نتحكم في 2 ديسي موتور نعمل لهم بي اي دي و5 سيرفو معانا. بكده احنا خلصنا ال7 خطوات. اراجع لك عليهم سريع تاني يا صديقي. اول خطوه قلنا هنطلع منهم باجابه سؤالين مهمين، وهنطلع من السؤالين دول بعدد الديجري اوف فريدم والاند افكت شكله هيبقى عامل ازاي. تاني خطوه معانا قلنا اللي هي عباره عن التغذيه البصريه. تالت خطوه التصميم. وقلنا رابع خطوه عباره عن الاكتويتر سايزنج، وقلنا دي ليها ميزتين ان انت بتعرف منها التورك اللي انت محتاجه، وكمان شكل الجوينت او شكل الكونكشن اللي انت هتعمله هيبقى شكله عامل ازاي. خامس حاجه معانا قلنا الطباعه، او انك تنزل خلاص تطبع الموضوع 3 دي برينتنج. سادس خطوه الاسمبلي. سابع خطوه انا وهي الكنترول. وكده احنا كده خلصنا اول جزء معانا انا وهو الجزء النظري، وفهمنا من خلاله يعني ايه انسبكشن روبوت ارم واستخدامه فين، وفهمنا يعني ايه ديجري فريدم، وضربنا مثال وكل الكلام الجميل ده. وان شاء الله يبقى معانا فيديو بارت 2 نكمل فيه الجزء العملي، وزي ما وعدتكم هنكمل فيه المشكلات اللي واجهتنا في المشروع وكمان الحلول اللي احنا قدمناها. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا بما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. ما تنسوش طبعا السبسكرايب والشير واللايك. انتظرونا في جزء جديد إن شاء الله.